الطفل بيهرب من جوز امه اللي ما كانش بيسيب فرصه الا ما يعذبه فيها ويجبره انه يبيع بطيخ ويرعى الغنم لحد ما بقى قائد امه بتهتف باسم كل الحناجر، راجل عسكري يرعب اعدائه وحكم العراق بالحديد والنار. سنين كتير كان فيها قوه وازدهار، وسنين تانيه كلها حروب ودم وخوف. ممكن تشوفه حاكم وزعيم وقف قدام امريكا ورعب اسرائيل، وممكن تشوفه دكتاتور ظالم دمر اقتصاد بلده وقتل الاف من شعبه. النهارده هحكي لكم عن اكتر شخصيه جدليه في التاريخ العربي الحديث، صدام حسين المجيد التكريتي. هل فعلا امريكا دمرته لانه كان خطر على مصالحها، ولا كان خطر على شعبه قبل ما يكون خطر على الغرب؟ وازاي طفل اتولد في قريه صغيره في العراق وصل للعرش، وبعدها للسجن، وبعدها للمشنقه؟ وليه ملايين العرب كانوا بيهتفوا باسمه لحد اخر يوم؟ هل هو طاغيه دمويه ولا زعيم عربي رفض يركع؟ انا مش هقول لك هو كان ايه، بس انا هحكي لك القصه من الاول، بس من كل الزوايا، وانت احكم بنفسك. خليك معايا، دي حكايه صعود وجنون وحكم من النار. سنه 1937 وبالتحديد يوم 28 ابريل في قريه اسمها العويجه، قريه من مدينه تكريت شمال بغداد، اتولد طفل صغير اسمه صدام. بس هو ما شافش ابوه، لان بحسب روايات كتير ابوه حسين المجيد اختفى قبل ما صدام يتولد. في روايات كتير بتقول ان هو اتقتل على ايد قطاع طرق وهو في طريقه لبغداد، وروايات تانية بتقول ان هو مات بسبب مرض غريب. بس اللي اتفق عليه الكل ان صدام اتولد يتيم الاب، واتنقلت امه صفحه الفاح للعيش في بيت ابوها. وبعد فتره صغيره يحصل صدمه تانية لصدام، اخوه الكبير يموت وهو عنده 13 سنه بسبب السرطان، وكان وقتها صدام لسه صغير. واتقال ان موت اخوه اثر كتير في العيله، وخاصه امه صفحه الفاح اللي دخلت في حاله حزن شديد. وبعدها بشويه يموت جده من الام اللي كان يعتبر زي ابوه. وهنا خليني اقول لك ان فقدان الاب والاخ والجد في وقت مبكر لصدام اثر كتير جدا على نفسيته وعلى شخصيته، وده كان على لسان صدام بعد كده في سيرته الذاتيه. وده كان اول موقف خلاه يحس ان الدنيا مش امان. وبسبب الفقر والعوزه اضطرت امه انها تشتغل في ضرب الودع، وبعدها قررت امه انها تاخده وتروح تعيش في بيت اخوها خير الله الفاح، واللي اتكفل بتربيه صدام وقتها. وخاله ده كان ضابط في الجيش العراقي، واللي اتعرف عنه انه من القوميين العرب. ده غير انه اتسجن كتير وانطرد من الجيش بسبب حماسه للنازيين وحبه لهتلر، وكان بيكره الانجليز جدا، وكان بيحلم بوجود امبراطوريه عربيه عظيمه. وصدام هنا كبر وتربى على افكار خاله اللي سيطرت عليه، وهنا بدات تتشكل شخصيه صدام. ده مش بس كده، ده كمان غرس فيه ان العراق لازم يحكمها قائد قوي وما يخافش من الغرب. وخير الله ده ما كانش بس خاله، ده كان قدوته وملهمه واقرب شخص ليه في الدنيا دي. لكن الدنيا ما سابتوش في حاله. بعد فتره امه اتجوزت من شخص تاني اسمه ابراهيم حسن، وهنا بدا الكابوس. ابراهيم حسن جوز امه كان بيعامل صدام زي الخدام، ضرب واهانه وحرمان، وخلاه يسيب بيت خاله ويرجع يعيش معاه تاني بالعافيه، وخصوصا بعد حبس خاله. ومن هنا بدأ سلسلة من العذاب اللي بتحصل كل يوم. صدام قال في مذكراته إن ما حسش ولا مرة إنه طفل، كان دايما يميل للوحدة والعزلة، وما كانش بيحب اللعب ولا حتى الأطفال، ودايما كان بيهرب من جوز امه ويقعد بالساعات لوحده. وجوز امه كان بيجبره إن هو يسرح بالغنم، وساعات يبيع بطيخ في القطورات، وكمان منعه إن هو يروح للمدرسة. كان شايفه إنه فاشل وإنه ما ينفعش في أي حاجة. ومع القحط والفقر اللي كانوا عايشين فيه، إلا إن أمه تخلف له 3 أطفال غير أشقاء، برزان وسبعاوي ووضبان. ويعيش صدام وأمه وإخواته ال3 وجوز أمه في كوخ صغير. والمعاناة دي فضلت مكملة لغاية ما قابل ابن خاله عدنان، اللي كان بالنسبة لصدام طوق النجاة، لأنه علمه القراية والكتابة حتى قبل ما يدخل المدرسة. ومن هنا يبقى عدنان ابن خاله ده صديق الطفولة لصدام، لغاية ما جه اليوم وهو تقريبا عنده 11 سنة يقرر صدام إنه يهرب. هرب من بيت جوز أمه ورجع تاني بيت خاله. ومن هنا بدأت أول خطوة حقيقية في رحلة صدام حسين. رجع البيت اللي حس فيه بالأمان لأول مرة، وبدأت فيه أول خطوة حقيقية في رحلة صدام حسين. وهنا خاله ساعده إن هو يدخل المدرسة أخيرا، بس طبعا البداية ما كانتش سهلة. صدام كان أكبر من زمايله في الفصل، وكان واضح عليه جدا فرق السن، وده طبعا خلى العيال يتنمروا عليه، وكانوا بيتريقوا على لبسه وعلى هيئته وحتى طريقة كلامه. وكان دايما منطوي وساكت ومش بيحب يحتك بحد، وكان دايما جواه نار لأنه ما كانش حاسس إنه زيهم، وإنه اتأخر بسبب إن الدنيا ظلمته، وإنه لازم يثبت لنفسه واللي حواليه إنه مش أقل من حد. ومن هنا بدأت أول شعلة حقيقية جواه، شعلة التحدي والانتقام من العالم اللي ظلمه. ومن ناحية تانية كلام خاله على طول على الوحدة العربية الكبيرة والمؤامرات والاستعمار واليهود والإنجليز. وصدام بعقله الصغير قاعد بيسمع وبيخزن وبيصدق الأفكار ديت لدرجة الإيمان. وسنة 1956 صدام ساعتها كان عنده حوالي 19 سنة، دخل المدرسة الثانوية في بغداد. وساعتها بغداد كانت بتغلي من الغضب والسياسة والدم، وفي الوقت ده جمال عبد الناصر والضباط الأحرار كانوا لسه خالعين الملك فاروق من الحكم، وكان الخبر منتشر ومؤثر جدا في الوطن العربي كله. قيادة الثورة إلى حضرة صاحب المقام الرفيع علي ماهر باشا رئيس مجلس الوزراء، عريضة موجهة إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك فاروق الأول، تحمل مطلبين على لسان الشعب:
الأول أن يتنازل جلالته عن العرش لسمو ولي عهده قبل ظهر اليوم. الثاني أن يغادر جلالته البلاد قبل الساعة 6 من مساء اليوم، فقد تفضل جلالته فوافق على المطلبين. صدام حسين كان شايف جمال عبد الناصر مثله الأعلى، علشان كده قرر إن هو يدخل المدرسة العسكرية، لكن ما عداش في اختبارات القبول واترفض. ووقتها اضطر صدام إن هو يشتغل كمحصل في الأتوبيس. ومين بقى اللي ظهر في المشهد؟ حزب البعث العربي الاشتراكي، وده يعتبر حزب قومي ناصري التوجه، وكان هدفه إن هو يوحد العرب ويكسر نفوذ الغرب. وهنا صدام اتشد ليهم زي المغناطيس، ودخل الحزب وهو لسه طالب، وبدأ ياخد تدريبات ويكتب شعارات على الحيطان ويوزع منشورات ضد الملك فيصل الثاني. ده ما وقفش لغاية هنا، وفي أواخر الخمسينات انضم وبقى عضو في منظمة الفتوى، ودي منظمة أنشأها حزب البعث في العراق عشان تدرب الطلبة في المدارس الثانوية على المبادئ القومية والانضباط العسكري، وتهيئتهم علشان يكونوا كوادر بعثية مستقبلية. وكان ليها طابع عسكري صارم، وكان شكلها قريب جدا من شبيبة هتلر اللي أسسها الحزب النازي في ألمانيا. وبتشجيع من خاله خير الله كان دايما صدام بيتشاف في مقدمة أي مظاهرة. وفي سنة 1958 اتعرض صدام لعملية اعتقال لمدة 6 شهور، والعراق في الوقت ده كانت مملكة، وكان آخر ملوكها الملك فيصل الثاني، وهو حفيد الملك فيصل الأول اللي أسس المملكة، واللي الإنجليز نصبوه ملك على العراق سنة 1921 بعد سقوط الدولة العثمانية. والملك فيصل الثاني كان شاب صغير، ومسك الحكم رسميا سنة 1953، وكان وقتها النظام الملكي تابع بشكل واضح لبريطانيا. وفي يوم 14 يوليو سنة 1958 حصل انقلاب عسكري كبير اسمه ثورة 14 تموز، اللي قاده عبد الكريم قاسم وعبد السلام عارف اللي كانوا ضباط في الجيش العراقي. الجيش ساعتها اقتحم القصر الملكي وقتل الملك فيصل الثاني وولي العهد عبد الإله ورئيس الوزراء نور السعيدي. والانقلاب ده كان دموي وسريع، وفي خلال ساعات انتهى ساعتها الحكم الملكي نهائي، وتحولت العراق لجمهورية. وبعد الانقلاب عبد الكريم قاسم استلم الحكم وأعلن الجمهورية، وحصل تغيرات سياسية ضخمة واتعدم عدد كبير من رجالة النظام الملكي. وهنا بدأت مرحلة جديدة جدا في العراق فيها انقلابات وصراعات. وفي بداية حكم عبد الكريم قاسم الناس حبوه لأنه خلص العراق من المملكة التابعة لبريطانيا، لكن بعد فترة بدأ يحصل صدام ما بينهم وبين جهات كتير، ومنهم القوميين العرب والبعثيين، حتى الشيوعيين نفسهم اللي كانوا حلفائه في الأول. وده كان بسبب إن في الوقت اللي كان فيه حلم الوحدة العربية بيكبر، خاصة بعد اتحاد مصر وسوريا في الجمهورية العربية المتحدة، وده كان جزء من حلم البعثيين اللي كانوا بيحلموا بوطن عربي موحد. لكن ساعتها عبد الكريم قاسم كان رافض كل ده، وكان مهتم بالعراق بس، وده طبعا خلى حزب البعث يشوفه خاين للقومية العربية. وعبد الكريم قاسم اعتمد على الشيوعيين في فترة من الحكم، بس البعثيين كانوا بيكرهوا الشيوعية وبيشوفوها خطر، لأنهم كانوا بيشوفوها إنها فكرة غريبة عن المجتمع العربي والإسلام، وممكن يهز هوية الشعب ويشوه الثقافة. والبعثيين كانوا شايفين نفسهم إن هم حماة القومية العربية. فوجود الشيوعيين اللي هم كانوا قريبين من الاتحاد السوفيتي وأفكارهم اللي كانت ملهاش علاقة لا بالدين ولا حتى بالعروبة، وكانوا بالنسبة لهم خنجر في ظهر مشروعهم العربي وتهديد صريح لحلمهم الكبير. وعبد الكريم قاسم كان ماسك في السلطة بإيده وأسنان ورافض يوزعها على باقي القوى السياسية، وده خلى ناس كتير ومن ضمنهم البعثيين إن هم يشوفوه دكتاتور جديد. والحزب كان طموح، كان عنده كوادر قوية وشابة زي صدام، وهنا قرروا إن هم يتخلصوا من عبد الكريم قاسم علشان ياخدوا مكانه. وفي سنة 1959 بدأت مرحلة جديدة تماما في حياة صدام. الحزب كان رتب لمحاولة اغتيال عبد الكريم قاسم، وصدام كان واحد من ضمن المجموعة اللي اتكلفت بالمهمة دي. وفي يوم التنفيذ في شارع الرشيدي وسط بغداد وكل حاجة كانت ماشية حسب الخطة، صدام رفع السلاح وبدأ الضرب، وهنا الشارع كله اتحول لفوضى، صوت رصاص وناس بتجري، وهنا الفوضى عمت في كل حتة. لكن العملية فشلت وعبد الكريم قاسم طلع منها حي، واتقبض على معظم اللي شاركوا في العملية ديت، لكن الباقيين هربوا. وصدام اتصاب لكن قدر يهرب، وهنا بدأت رحلة الهروب الثانية. هرب من العراق على سوريا، وهناك استقبلوا أعضاء حزب البعث اللي كانوا شايفينه إن هو رمز للمستقبل. خليني أفكرك إن حزب البعث كان أصله في سوريا، فما كانش غريب إن هو يلاقي الدعم هناك، ومن سوريا يشد رحاله لمصر. وفي سنة 1960 يدخل كلية الحقوق في القاهرة كطالب. وفي القاهرة بقى الدنيا اختلفت، شاف الحياة السياسية بشكل أوسع، قابل ناس مختلفة بثقافات مختلفة، وتأثر جدا بشخصية جمال عبد الناصر، الزعيم اللي كان له كاريزما وشخصية، وصدام كان شايف فيه القدوة. وصدام كان شايل حلمه الكبير، وكان لسه فاكر كل حاجة حصلت في بغداد، ولسه شايف نفسه إن هو راجع تاني للعراق، بس مش كطالب ولا منفي، إنما كقائد. وفعلا اللي حصل بعد كده كانت لحظة مفصلية في تاريخ العراق.
وبعد محاولة اغتيال عبد الكريم قاسم اللي شارك فيها صدام وفشلت، حزب البعث هنا ما استسلمش وفضلوا يخططوا وينظموا صفوفهم لغاية ما جه يوم 14 يوليو 63، وده كان التاريخ اللي اتقلبت فيه العراق حرفيا. الجيش اتقلب على عبد الكريم قاسم والمبنى اللي كان فيه ينضرب بالقذائف، وفي الآخر يقبضوا عليه واتحاكم بسرعة واتعدم بعدها على طول في مشهد صادق. عبد الكريم قاسم اتقتل وجثته اتسحلت في الشارع وتعارض كمان على التلفزيون، وبعدها البعثيين مسكوا الحكم وصدام رجع لبغداد على طول، وهو عنده حماس ان هو يشتغل في تنظيم البعث من جوه، وبدأ يترقى جوه الحزب واشتغل مع جهاز الامن والمخابرات، وكان تركيزه الاساسي ان هو يسيطر من جوه وخصوصا على اعداء الحزب. لكن للاسف تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، وبالرغم من نجاح الانقلاب لكن حزب البعث ما كانش لوحده، كان في تحالفات مع ضباط قوميين وناصريين، والجو كله كان مليان صراعات. وبعدها بشهور بس وفي نوفمبر 63 يحصل انقلاب تاني، وده طاح بحزب البعث من الحكم. وبعد سقوط الحزب صدام دخل للسجن للمرة التانية، بس المرة دي اتحبس لمدة 2 تقريبا. اتحبس 2 بس يا ترى السنتين دول كانوا النهاية ولا كانوا بداية لحاجة أكبر بكتير؟ ساعتها محدش كان يتخيل إن الشاب اللي ورا القضبان ده هيبقى في يوم من الأيام واحد من أكتر الأسماء المثيرة للجدل في الوطن العربي. تفتكر إيه اللي حصل له في السجن؟ ويا ترى استسلم ولا كان بيخطط للرجوع؟ كل ده وأكتر هتعرفوا معايا في الحلقة الجاية، استنوني.